السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أهلا بكم في وصفة جديدة من وصفات أكلة سهلة. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض كيكة حلوة قوي هتعجبكم إن شاء الله بجوز الهند. ممكن تسموها كيكة الرواني. أنا كان عندي جوز هند من رمضان، شايلاه في الفريزر، طلعت الكيس كده وهستعمل منه، هاخد كوب واحد بس. والكيكة طلعت حلوة قوي وطرية وهشة، إن شاء الله تعجبكم. ودي النتيجة زي ما انتم شايفين، طلعت في منتهى الجمال والطعم ولا اروع من كده. يلا بينا نشوف الطريقة مع بعض والمقادير. هنقول بسم الله. هنبدأ بقى معانا المقادير بتاعتنا. زي ما انتم شايفين كده، معايا كوباية دقيق ابيض، طبعا ده منخول. وعندي هنا كوباية دقيق سميد، ودي كوباية جوز هند محمصاه على نار هادية، ودي كوباية زبادي. الكوباية طلعت ناقصة شوية فهزودها بشوية لبن، يبقى كده عندي كوباية كاملة. وكمان كوباية سكر، وعندي هنا فانيليا، هستعمل فانيليا سايلة اللي موجودة عندي. وعندي معلقة بيكنج باودر، وثلاث بيضات، ونص كوباية زيت. دي كده كل المقادير بتاعتي. هنبدأ بقى هنا في الطريقة. هنبدأ بقى بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناخد الثلاث بيضات. انا هعملها لكم بطريقه سهله جدا، ولا هتستعملي خلاط ولا اي حاجه، بالمضرب اليدوي. وهنحط كل السوائل مع بعض. هضيف هنا الفانيليا، وهضيف السكر، وكوبايه الزبادي، ونص كوبايه الزيت. وهقلب بقى المكونات كلها مع بعض كده. يبقى انا كده ضفت السوائل كلها، البيض والزيت والسكر والفانيليا والزبادي. بعد كده هضيف الدقيق زي ما انتم شايفين. حطيت الكوباية الدقيق الابيض، وبعدين دقيق السميد، وهحط كمان معلقة البيكنج باودر ورشة ملح. هقلب بقى المكونات كلها كده مع بعض لغاية ما يختلطوا ببعض كده كويس. وبعدين هضيف جوز الهند اللي انا محمصاه. ده جوز الهند ده انا حمصته على نار هادية لغاية ما عطانا اللون البني ده. هيديكي طعم حلو قوي في الكيكة. طبعا انا اول ما بدأت في الطريقة، ولعت الفرن على درجة حرارة 180. ودلوقتي عندي الصينية مدهونة بسمنة، سمنة او زيت اللي يريحك يعني تعمليه. وهتفضي بقى الخليط كده زي ما انت شايفة، وهتدخل الفرن على الرف الاوسط. هنا بقى هحضر الشربات. انا عايزة شربات خفيف مش تقيل، يعني كوباية سكر وعليها كوباية مية، وهحطها على النار. واول ما تغلي هحط عصرة ليمونة، وبعدين الفانيليا تغلي شوية لمدة 5 دقايق، وبعدين هطفي عليها. هنا الكيكة طلعت اهي زي ما انتوا شايفين. خرمتها كده بالسكينة، وبعد كده هسقيها بقى بالشربات وهي سخنة. هتبدأ تشرب معاكي. هسقيها شوية واستنى لغاية ما تشرب الكمية كلها زي ما انت شايفة. انا سقيتها بكمية الشربات كلها هي كانت محتاجة، فكده خلاص زي ما انت شايفة كده. شربت كل الشربات دول كده، اخر شوية. هبدأ بقى ازينها كده بجوز الهند. قبل ما السطح ينشف هزينها كده بجوز الهند زي ما انتم شايفين. ودي كده شكلها.
هسيبها بقى تهدى شوية، هي لسه سخنة، بس انا عشان التصوير هقطعها واوريكم حتة منها. انتي المفروض تسيبيها بقى لما تبرد تماما، عشان كل ما تبرد تتقطع معاكي بكل سهولة. هنطلع بقى كده قطعة منها. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، طلعت جميلة جدا والطعم تحفة. يا ريت تجربوها وتقولوا لي رأيكم ايه في الكومنتات. طعمها عبارة عن ميكس كده من الكيك على البسبوسة، عشان فيها دقيق سميد مع جوز الهند المحمص، فعطى طعم خطير. يا ريت تجربوها. وطلعت هشة وطرية، والشربات عطاها طراوة كده، وطبعا الزبادي كمان، فطعمها تحفة، هيعجبكم ان شاء الله. دي كانت وصفتنا النهاردة حبايبي، يا رب تعجبكم وتنور رضاكم. يا ريت لو الوصفة عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشاركوا الوصفة مع كل احبابكم. ولو اول مرة تشوفوا قناتي يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. كنت معاكم ام مروان من قناة اكلة سهلة. انتظروني في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.